صباح السعادة والهنا على كل اللي بيتابعني وكل اللي يوصل له الفيديو ده، سواء بقى من القاهرة، الجيزة، اسكندرية، أسوان، الدول العربية. كلكم أتمنى لكم يوم سعيد وجميل عليكم، وإحنا في آخر أيام في السنة. أتمنى لكم إن كل اللي شفتوه في السنة دي سواء خير يبقى السنة اللي جاية خير أكتر، سواء سعادة تبقى السنة اللي جاية سعادة أكتر. وحتى اللي شاف ابتلاء أو حزن أو وقت كان صعب عليه، ربنا يعوضه خير في السنة اللي جاية إن شاء الله. وتعالوا نعمل زي ما أهالينا عودونا، إن احنا نستقبل السنة الجديدة بفرحة، وكمان ننهي السنة اللي احنا كنا فيها بفرحة وبلمة وبأكلة حلوة. نقول بسم الله بسرعة ونبدأ ونقول هنجيب حتة زبدة سواء سايحة أو مش سايحة، وبعد كده هنزل عليها على طول فلفل أسود وبابريكا ونص معلقة قرفة أو معلقة بهارات 7، وهقلب ده كله، وهنزل كمان بكوباية زبادي، وده هيبقى تقليبة حلوة. كل الكلام ده نقلبه تقليبة حلوة. وهيكون عندي كمان مية بصل. أنا هكون ضربة 3-4 بصلات في الكبة بتاعتي، هاخد منهم المية بتاعت البصل بتاعتهم وهحطهم على الخليط ده كله. وهبتدي إن أنا أجيب بقى الفراخ اللي عندي. أنت عندك عزومة، عندك مثلا 10 أفراد، 15، عندك عيلتك، بس حتى ليلة راس السنة تعملي حاجة مميزة. هتجيبي الفرخة بتاعتك، ومن بين الجلد والعظم مكان الحشو هتكون طبعا متنضفة ومغسولة كويس. هتبتدي ان انت تحطي الخليط الحلو ده، الخليط اللي مليان زبدة وبهارات حلوة ومية بصل. تخيلي ده كله هيبقى جوه عامل ازاي. وطبعا ممكن كمان تزودي جنزبيل في قلب الخلطة دي، بيدي ريحة حلوة مع القرفة اللي انت حطاها في الاول. هتسيبي بقى الفراخ تاخد تتبيلتها مع بعضها وتقعد مع بعض شوية، وتعالي نعمل احلى خلطة رز. هنعملها ازاي؟ هجيب الاول معلقتين زيت صغيرين، وهنزل بقى بالبصل اللي انا كنت فرماه في الكبه اللي انا قلت لك عليه، اللي احنا صفيناه من ميته وحطينا ميته في الاول. هبتدي ان انا اشوحه شويه، وانزل بعد كده عندي بكبد او قوانص. طبعا كان ممكن تاخدي الكبد والقوانص في معلقه الزبده اللي انا حطيتها دي تشويحه الاول، وبعدين تحطيهم على الخليط ده. لكن انا قلت عشان تبقى كلها في حله واحده، تبلنا البصل وخلصناه مع بعضه وقلبناه كويس، وحطينا بعد كده الكبد والقوانص تاخد تشويحه مع البصل، وقلبنا معاها نص معلقه او نص القالب بتاع الزبده اللي استخدمناه من الاول، وشوحناهم مع بعض. كان عندنا الرز المغسول المتصفي، قلبناه بعد كده. على فكره ممكن الاكله دي تعمليها بالرز البسمتي، وممكن تعمليها بالرز المصري العادي. طيب في تريكه كمان نقدر ان احنا نعملها، نخلي الخلطه بتاعتنا او خلطه الفراخ دي طعمها حلو قوي. اعمل لها كرمله، معلقه سكر مكرمله، هتديني طعم حلو قوي للرز بتاعي، وهيبقى مميز عندك. وحتى لو مش هتعمليه لحشوه وقدمتيه لوحده، ده بيبقى جميل جدا، وفعلا حاجه غنيه. فهتحطي بعد كده الكراميل على الرز وتقلبيهم تقلبتين. يكون عندك يا اما شوربه سخنه جدا، او عندك ميه في البويلر بتغلي، وتضيفي الميه على الرز، بحيث ان احنا عايزين نسويه 70%، مش عايزين نسويه تسويه كامله. هتلاقيه بعد شويه طالع مفلفل عندك. هتبتدي ان انت بقى تبرديه شويه عشان نقدر ان احنا نحشي بيه، وهتاخدي جزء بس منه للحشو، والجزء التاني هتسيبيه في الحله عشان مش كل الرز بتاعك يتبهدل وانت بتحشي. تاخدي كده شويه في اول في طبق، وبعدين شويه بشويه عشان ما تهدريش كل الرز اللي عندك. وبعد كده هتجيبي طبعا بقى الفرخه. انا مش عايزه اقولك الزبده عامله ايه فيها، مخلياها غنيه جدا جدا. طبعا مش زبده بس، احنا قلنا الزبده مليانه ايه. وهتحشي الرز، مش هتعملي تكبسي، لا انا عايزه يبقى فيه فراغ كده عشان اللحم بتاع الفراخ يا جماعه يلحق يستوي. لان احنا هتشوفوا في طريقه التسويه انه لا، محتاجين ان احنا ما يبقاش التكبيسه كبيره قوي في الفرخه عشان ندي فرصه للحم بتاع الفرخه يستوي. وهكون جايبه بقى صينيه حاطه فيها خضارك اللي عندك كله اللي في التلاجة. عندك بقى بطاطسايه، طماطمايه، جزرايه، اي حاجه ممكن تقطعيها شرايح وتحطيها، تبقى دي مخده تحت الفراخ بتاعتك. وهتجيبي بقى ورقه الفويل الحلوه تخلي بيها تقفيله الفراخ جميله، تقفلي الرجلين كده بشكل شيك وحلو. لان انت عندك بقى يا اما النهارده عزومه، يا اما النهارده عندك ليله راس السنه، هتاكلي ولادك وجوزك احلى شكل فرخه. وهتكوني محضره شوربه، او عندك شوربه قديمه من اي يوم شايلها في الفريزر. هتحطي 3 كوبايات في كل صينيه من الصواني بتاعتك قبل ما تدخل الفرن، وهتسيبيها في الفرن قد ساعه ونص. وكل ما تشوفيها
طبعا احنا مش هنشغل الشوايه، احنا هنشغل الفرن بس. وعندك باقي الخلطه اللي احنا كنا حشينا بيها الفراخ، اللي هي خلطه الزبده، هتديها رشه كده كل ما تبصي عليها في الفرن هتخلي وش الفرخه محمر وجميل. الخلطه بتاعت الزبده دي هي اللي هتعتمديها ان هتديكي الوش الجميل ده. وما ننساش باقي رز الخلطة هنسويه ونحطه في طبق أو في سيرفيس عادي حلو كده، أو نحط عليه الفراخ واحنا بنقدمها، هيبقى شكله شيك جدا. ونزينه كمان بالمكسرات اللي عندنا والزبيب، هيبقى فعلا شكله شيك ويعمل منظر حلو قوي على السفرة. أنا الطريقة دي اتعلمتها من ماما صفاء، أقول لها كل سنة وهي طيبة وسنة سعيدة عليها، وربنا يديها الصحة، وربنا يديكم كلكم الصحة، وكل سنة وانتم طيبين وسنة حلوة عليكم. وطول الأيام اللي جاية هنعمل أكلات حلوة لراس السنة، وكل سنة وانتم طيبين.